أشهرها قبر فرعون. سياحة الغوص في الكهوف البحرية بتظهر لأول مرة بالبحر الأحمر. استكشاف أعماق البحر مش مجرد هواية بل شغف ممتد، وربما لعنة جميلة لا يفلت منها من اختبر نشوة استكشاف عالم جديد تحت سطح المية. تتحول المغامرة إلى نمط حياة، بيصبح الغوص وسيلة لرؤية المزيد من هذا الكوكب من زوايا مختلفة لا تخلو من التحدي. أعماق البحر الأحمر بيجد المستكشفون الحقيقيون أنفسهم في قصص مغامرة، في السكون الذي يسبق التقدم داخل كهف، في التنفس المنتظم، وفي كل لحظة يتسلل فيها الضوء الأزرق عبر الصخر ليكتشف أسرار جديدة. وبحسب خبراء البيئة البحرية فإن هذه الكهوف بتمثل كنز علمي تحتضن كائنات دقيقة نادرة. أسماك الشعاب الصغيرة تتخذ من الشكوك أماكن لها. أعماق البحر الأحمر تضم عدد من مواقع الغوص الاستثنائية تلبي هذا الشغف. لا متعة تعلو فوق لحظة استكشاف موقع جديد للغوص في الأعماق. بتفتح أعماق البحر الأحمر صفحة جديدة في سجل السياحة بنمط غير مسبوق من الرحلات تسمى سياحة الكهوف البحرية، تجربة استكشافية فريدة من نوعها بدأت تجذب محبي المغامرة والغوص من مختلف الجنسيات، وذلك بعد رصد عدد من الكهوف والشقوق الجبلية المتصلة بالمياه العميقة في عدد مناطق بين الغردقة وسفاجة ومرسى علم. وتأتي هذه التجربة كإضافة نوعية قائمة الأنشطة البحرية التقليدية، وتضع البحر الأحمر على خريطة السياحة العالمية المرتبطة بالاستكشافات الطبيعية. أهمية هذه الكهوف الموجودة في الأعماق تعود إلى أنها تكشف عن تاريخ جيولوجي يعود لآلاف السنين، تشكلت بفعل عوامل النحت البحري والتغيرات مستوى سطح البحر، مما جعلها بيئة مدهشة تحتفظ بلون الصخور الأصلي وطبقات رسوبية متشابكة تحكي تطور الساحل الشرقي لمصر. تنظيم رحلات استكشافية محدودة إلى كهوف منطقة جبل الزيت، وكهوف شعاب أبو نحاس، وكهوف القيصر. التكوينات الصخرية القريبة من الجزر الشمالية أجرت فرق متخصصة مساحات ميدانية للتأكد من السلامة وإمكانية دخول الغواصين إليها من دون تعرضهم للخطر. شروط مشددة أبرزها وجود مدرب غوص من الدرجة المتقدمة، تحديد أعداد محدودة بكل رحلة، معدات نادرة حديثة لضمان الرؤية في الأعماق المعتمة. بتعمل الأجهزة البيئية المختصة بالبحر الأحمر على وضع إطار تنظيمي دقيق لهذه الرحلات يضمن تحديد مناطق آمنة ومنع الدخول إلى الكهوف التي تضم مستعمرات مرجانية هشة، إضافة إلى نشر خرائط تنبيه محدثة للمدربين. تدريب خاصة للغواصين المصريين للتعامل مع هذا النوع من الغموض، بما يضمن الحفاظ على البيئة البحرية وحماية الشعاب من أي تلامس أو إضاءة قوية تؤثر على المكونات الدقيقة داخل الكهوف. مراكز الغوص تسعى دمج التجربة في برامج اليوم الكامل لتشمل زيارات إلى مواقع غوص قريبة، مما يسهم في زيادة الطلب على الرحلات البحرية وفترات البقاء في الفنادق.